السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة اقول لكم ان انا جاي ضيوف وجايين لي تاني يوم، فرحت عاملة البسبوسة دي من بالليل، وقلت بقى لما اجي من الشغل تبقى كده جميلة ولذيذة جدا. البسبوسة والكنافة من الحاجات ان لما تبات تبقى تحفة جدا، وطعمتها وحلاوتها كده تبقى روعة، وتبقى متكيسة في نفسها كده وليها مذاق رهيب. وبرضو التورت على فكرة من الحاجات لما تبات تبقى طعمها تحفة، طالما انت محافظة عليها في جوه التلاجة. فروحت عاملاها كده وسقياها بالشربات، شايفة لونها الذهبي ازاي، ورحت مغطياها وسايباها كده على الرخامة لتاني يوم. هنا بقى انا بقطعها لما الضيوف بتاعي خلاص قربوا يجوا. بصي بسم الله ما شاء الله، طرية وجميلة وتحفة جدا جدا. وبما اني جايلي ضيوف بقى فانا رحت عاملاها كده بالزبدة النيوزيلندي عشان تبقى ريحة وطعم وحاجة كده فخامة ما شاء الله، بطريقة لذيذة. الطريقة دي انا قدمتها معاكي على اليوتيوب قبل كده، بس عايزة اقولك انها بجد طريقة متجربة وما غيرتهاش، ومستهيالي كده ما عنديش استعداد ان انا اغيرها، لان انا مجرباها كتير جدا. بسم الله ما شاء الله، بجد بجد بتحصلي على نتيجة ممتازة، اكنك بالظبط جايباها من بره. بتبقى البسبوسة جميلة وطرية ومرملة، وبجد بجد بتبقى تحفة جدا جدا. بس اهم حاجة ان انتي تعاملي البسبوسة كده لما تيجي تسقيها الشربات زي الارض العطشانة، كل ما تحتاج شربات تقومي حطلها. ما شاء الله تبارك الله. بصي هنا بقى، انا هنا بوريكي انها قد ايه مرملة وجميلة، وما شاء الله عليها طرية وزي اللي انت بتجيبيها من بره تيبيكال. وعملتها بمكونات موجودة في البيت، موجودة في كل بيت. حتى التزويق بتاعها شايفة عاملاها ازاي بالسوداني، يعني لا انا حاطه لها البندق اللي هو دلوقتي خلاص بقت ارقامه فلكيه، ولا اللوز ولا حاجه. هما شويه سوداني كده رحت رشاهم عليها، ادوا لون وطعم ونكهه غير عاديه. ما شاء الله، تحطي صباعك عليها كده يغرز. هنا تعرفي ان البسبوسه بالفعل تحفه جدا. وطبعا بما انها بايته فتقدري تتحكمي فيها. شوفي بسم الله ما شاء الله، حاجه فخامه. تعالي بقى الاول هنعمل الشربات. هنا انا هحط زي ما انت شايفة كده حوالي كوبايتين ونص شربات. طبعا انا اساسا عاملاه شربات ياما، لان البسبوسة الشربات بتاعها خفيف. فانا هنا الكوبايتين ونص انا هحط عليهم حوالي 3 كوبايات ونص من المية، وحطيت عليهم ورقتين فانيليا وعصرة ليمونة، وهسيبه كده مع نفسه. اجي هنا بقى جبت الحلة عشان اجهز حاجة البسبوسة. اول حاجة هنا زي ما انت شايفة الكوباية اللي هعاير بيها كل حاجة. انا هنا هحط كوباية سكر، عليها كوباية سمنة او زبدة او ايا كان ايه، عليها كوباية لبن، وهنزل هنا بمعلقتين من سكر الجلوكوز ايا كان النوع. هحط معلقتين من سكر الجلوكوز، ولو انت عندك جوز هند حطي نص كوباية جوز هند، بس انا بصراحة ما كانش عندي، بصراحة خلصت. بس برضو جوز الهند بصراحة للأمانة بتدي طعم كده وبتبقى حاجة روعة. كان عندي في التلاجة حتة قشطة كده، رحت حطاها برضو، بتزود التست وبتخليها غنية. ما شاء الله تبارك الله. امسكي بقى المكونات الحلوة دي كلها كده ولفي كده وتنيكي لغاية ما تدوب معاكي. احنا مش عايزينها تغلي، احنا عايزين المكونات دي كلها تمتزج مع بعضها. الحاجة اللي فاضلة بس ان احنا هنحط ورقتين فانيليا، بتدي ريحة كده ونكهة وبتدي شمخة كده، مفيش بعد كده. ما شاء الله تبارك الله. بصي بقى، دي طريقتي المعتادة لعمايل البسبوسة، ودي الطريقة على فكرة اللي بيعملوا بيها الحلوانية، يعني مش طريقة مبتكرة ولا حاجة. والبسبوسة ما بيتحط لهاش بيكنج باودر، والبسبوسة ما بيتحط لهاش زبادي، يعني بره في المحلات بيعملوها بنفس الطريقة دي. هنقلبها كده لغاية ما كل المكونات دي تمتزج ونسيبها لما تبرد. هنا بردت خلاص، هقوم حاطة هنا بالكوباية اللي عايرت بيها، بس انا معايراهم وحطاهم في الكيسة 3 كوبايات. 3 كوبايات، وهنزل عليهم 3 معالق من لبن البودر. ابتدي قلبي بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، والصينية تكون دهناها كده زبدة
زبدة سمنة اللي موجود، وبعدين تسخني الفرن وتقومي حطها في نص الفرن. وانا الفرن بتاعي مش بدرجات حرارة، كان فرن قديم يعني ملوش درجات حرارة بصراحة، بس الحرارة بتبقى عالية. بصي ما شاء الله، بتصبيها كده، امسكي بقى هز الصينية بتاعتك بحيث ان هي تكون متساوية. جيت ازينها بقى بعين جمل ما لقيتش، فرحت حاطه شويه سوداني. بصي ما شاء الله ما بتاخدش حاجه. البسبوسه من الحاجات اسرع حاجه تعمليها لما يكون طابب عليك ضيوف، وبتبقى احلى واحلى لما تبات، اذا كانت هي ولا الكنافه. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله. هنا هتعامليها معامله الارض العطشانه. بصي هنا السيرم بتاعها بيبقى خفيف، الشربات خفيف. هتحط لها الشربات تشربه، تقومي حاطه لها تاني. حطيتي بعديها لقيتيها خلاص كده ما شربتوش، يبقى هي خلاص مش محتاجه. يعني انا اللي هحطه ده كده حبه وهلاقيها تشربه، هقوم حاطه لها كبشتين كمان. البسبوسه بتتعامل معامله الارض الزراعيه، كنت مالي اقول لاولادي كده، بتتعامل معامله الارض. بصي ما شاء الله تبارك الله. هحطها ساعتين هلاقيها شربتهم، هقوم حاطه لها تاني ما شاء الله، وهقوم سايباها لتاني يوم بقى كده. شايفه شربت الشربات بتاعها وبقت حاجه عظمه ما شاء الله تبارك الله. تحطي صباعك كده يغرز. طريقه متجربه كتير زي طريقه الحلوانيه بالظبط، بجد بجد تحفه وجميله وليها مذاق. وبصي لونها عامل ازاي يا سيدي بقى على الزبده، ما اقولكيش بتخلي البسبوسه ضرب نار ما شاء الله تبارك الله. قطعي بقى كده ودي حبايبك تبارك الله ما شاء الله. حاجة وصفة بجد بجد تحفة ولذيذة. والبسبوسة شوفي ما بيتحط لهاش بيكنج باودر ولا بيتحط لها زبادي، البسبوسة بتبقى زي ما انا عملتها. واسألي احسن شيفات حلوانية، دي نفس الطريقة اللي هم بيعملوا بيها. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير كتير. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتك. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. حبيبة قلبي أسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.